السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعه؟ يا رب الفيديوهات بتاعتنا تكون بتعجبكم. بشكركم على التفاعل بتاعكم على الفيسبوك، على الانستجرام، على اليوتيوب، على التيك توك، واخص بالذكر بصراحه التيك توك عاملين شغل عالي. طيب بصوا يا جماعه، النهارده هكلمكم عن حاجه اولادنا بياخدوها كتير جدا، سواء كبار او صغيرين او حتى احنا بناخدها، بس هي مضره جدا علينا. ما بالكم بالاطفال؟ طبعا هي بيستغلوا فكره ان احنا دلوقتي في ناس بتلعب ولادها رياضه، ان احنا بنبقى عايزين ندي طاقه لاولادنا عشان ما بياكلوش، فبنديلهم مشروبات الطاقه. وطبعا مستنيين من الموضوع ده نتائج، انا اسف، نتائج مذهله. طيب المشكله يا جماعه ان مشروبات الطاقه دي زي الريد بول وزي حاجات من الحاجات دي كارثه، مش حاجه كويسه. لا، طيب المفروض ان انا مستني من مشروبات الطاقه دي ان هي تديني طاقه عقليه اكبر، تديني قدره على التمرينات الرياضيه او على الحركه احسن، تديني قدره على التحمل اكتر. وفي الحقيقه لما بشرب مشروبات الطاقه الموضوع ده ما بيحصلش، بيبقى في شبوره عقليه، يعني انا مش مركز خالص، بيبقى في ضعف في التركيز، ضعف في القدره العقليه، ضعف في اداء التمرينات، ضعف في التحمل. طيب وكل الكلام ده كله يا جماعه بيحصل عشان احنا بنبقى مستنيين حاجه مش موجوده. المشكله الاساسيه في مشروبات الطاقه ان احنا مستنيين منها انها تعمل نتائج صعبه. طيب مشكله المشروبات الطاقه ان هي بتعتمد او مكونه من عنصرين اساسيين، وطبعا ملهمش اي علاقه بالطاقه خالص. العنصر الاول هو الكافيين، والعنصر الثاني هو السكر. وطبعا احنا السكر، طب ما السكر يا دكتور بيدي سعرات حراريه؟ السكر، بس استنوا معايا بس نشوف لاخر الفيديو الموضوع بيحصل ازاي. طيب انا دلوقتي اديت كافيين واديت سكر. على سبيل المثال الريد بول مثلا بيديني كافيين 80 مللي جرام. طيب في مشروبين تانيين بيدوني 160، في مشروب ثالث بيديني 200 مللي جرام كافيين. 200 مللي جرام كافيين، 160 مللي جرام كافيين، 80 مللي جرام كافيين. طب انتوا شايفين ان دي كميات كويسه؟ طيب المفروض ان انا مستني انها تعمل فرق. طيب المشكله ان الكافيين مش بنزين، الكافيين منبه، بيديني الاحساس ان انا عندي طاقه، لكن في الحقيقه هو بيديش طاقه، ولا انا هيحصل جديد في الموضوع. طيب المشكله الثانيه السكر. السكر فيه مشكله كبيره قوي، ان انا الكميات المجنونه بتاعه السكر اللي موجوده في الحاجات في مشروبات الطاقه صعبه جدا. يعني انا لما اكون مثلا هديك مشروب هيديك 36 جرام سكر، 36 جرام سكر مره واحده. طب بالتالي السكر هيعلى. طب لما السكر هيعلى قوي طبعا الانسولين هيتفرز عشان يساعد ينزل السكر. طب الانسولين ده هينزل السكر واحده واحده ولا ينزله بسرعه؟ لا، بينزله بسرعه جامد جدا. فابتدي احس ان انا دايخ، تعبان، همدان، فابتدي اخد واحده كمان من المشروبات دي، والدايره تبتدي تشتغل. طيب فدي حاجه طبعا مرهقه جدا ومتعبه جدا. طيب هل ده كل الموضوع؟ لا، الموضوع كمان بيبقى اكبر من كده شويه، في ان انا باجي وقت معين بقى. طيب مستني ان انا بعد ما اعمل تمرينات رياضيه فانا حرقت سكر، فعايز استبدل السكر اللي انا حرقته ده فاخد مشروبات الطاقه. طيب المشروبات الطاقه انا دلوقتي عشان الكبد يحوش السكر ده او الجلوكوز، قصدي الجسم يحوش السكر او الجلوكوز، المفروض بيوديه على الكبد، بيصنعه ويحوشه في العضلات وفي الكبد على هيئه حاجه اسمها جلايكوجين. طيب المشكله بقى ان مشروبات الطاقه ما فيهاش جلوكوز بس، لا، فيها حاجه اسمها فركتوز وفيها حاجه اسمها ديكستروز. طب الفركتوز والديكستروز دول يا جماعه طبعا بيعملوا حاجه، ان هم ما بيروحوش للكبد عشان يحوشهم، لا، دول بيروحوا للعضلات على طول، وبيروحوا لكل حته في الجسم ما عدا الكبد. فبالتالي هم ما بيتحوشوش على اساس انهم جلايكوجين، لا في العضلات ولا في الكبد، ولا بيستفيد منهم خالص، غير ان هم بيعملوا بطن، يعني بيعملوا بالعربي كرش. طيب الحاجتين الاساسيين اللي المفروض ادور عليهم في مشروبات الطاقه، المفروض يدوني طاقه، عنصرين مهمين جدا. اتكلمنا على واحد منهم قبل كده هنعمل فيديو تاني على التاني قريب جدا. هم ايه بقى؟ المغنيسيوم والبوتاسيوم. طيب المشروبات الطاقه بتديني صوديوم طبعا 270 مللي جرام، وده مش الاساسي يعني، بتديني صوديوم. طيب تاني حاجه بتديها السكر. طيب هل بتديني مغنيسيوم؟ لا. طب هل بتديني بوتاسيوم؟ بتديني بوتاسيوم. بتديني قد ايه بقى؟ 30 40 كبير قوي 70 مللي جرام، في حين ان انا محتاج 4700 مللي جرام يوميا من البوتاسيوم. طيب عشان يبتدي واحنا او في الفيديو اللي انا هشرحه لكم
هنتكلم ان البوتاسيوم ده هو مصدر الطاقه في الجسم كله، هو اهم عنصر في الجسم كله، ومصدر الطاقه في الجسم كله هو البوتاسيوم. طيب انا دلوقتي عندي المغنيسيوم والبوتاسيوم، دول اهم حاجتين. طب المغنيسيوم ده المفروض ان هو في حاجه اسمها الميتوكوندريا او اساس الطاقه، المولد الطاقه جوه الخليه، طبعا المغنيسيوم هو بيشتغل عليه. طيب وتاني حاجه اللي بتمنع باتري درينج او نقص الطاقه في نقص طاقه البطاريه او نقص الطاقه في الجسم كله هو الصوديوم. طيب انا لا باخد ده بالنسبه الكفايه ولا باخد ده بالنسبه الكفايه، لكن انا بقى الفكره بقى ان انا الفتره الجايه ادور على في المشروبات دي على اللي بيديني المغنيسيوم وبيديني بوتاسيوم 4700 عشان اجدد طاقه وادي سعرات حراريه وابتدي يبقى انا بشرب مشروب طاقه على اساس صح. وده طبعا قليل جدا 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 في مصر. فانت دلوقتي معلومه مهمه جدا ان انا لو هشرب مشروبات طاقه لازم اول اتاكد ان هي 0% كافيين، يعني 0% كافيين 0% سكر، وفيها حاجتين مهمين جدا، المغنيسيوم والبوتاسيوم. بس كده. فالمشكله ان انا بدي الكميات دي ممكن مع الوقت تعمل سكر في المشروبات الطاقه اللي موجوده، تعمل سكر، غير ان هي طبعا فيها صوديوم عالي قوي. الصوديوم بيزود ضربات القلب. طيب للناس اللي عندها ضغط يعلى جامد، للاطفال والكلام ده كله مع المجهود بيبتدي القلب يشتغل بسرعه رهيبه جدا لان انا واخد كميات صوديوم عاليه فيبتدي يتعب. السكر اللي انا واخده ممكن يدخل الطفل او يدخل الكبير في السكر. الصوديوم يعمل لي ضغط، يعمل لي مشاكل في القلب، ممكن يخلي القلب يشتغل زياده عن اللزوم فيحصل مشكله في القلب او يحصل ازمات قلبيه حتى لو السن مش مناسب لكده. يا رب الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير. يا ريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.